إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن مقام الصلاة عظيمة وقد عظم الله بشأنها في كتابه الكريم وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي فارقة بين المسلم والكافر وهي عمود الإسلام والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. أيها المسلمون إن الشيطان يحرص كل الحرص على صرف المسلم عن هذه الصلاة لعلمه أنه إذا انصرف عنها انصرف عن بقية أحكام الدين من باب الأولى. ومما يدل على عظم هذا الركن وهي آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا. جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخير: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فإنه لا دين لمن لا صلاة له ولا حظ له في الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة آخر ما يضيع من هذا الدين وآخر ما يبقى. وذلك رواه حكيم الترمذي بسند حسن إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى من الدين الصلاة. الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فهي مفتاح السعادة وإذاعتها مفتاح الشقاوة ولا شك في ذلك. ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. والحديث صحيح وصححه الألباني رحمه الله. فمنهم أعداد كثير من جيران المساجد لا يدخلون المسجد للصلاة فيها أو يدخلونها لبعض الصلوات ويتركون بعدها. وأعداد كثير تحضر إلى المساجد متأخرة لا تدرك إلا بعد الصلاة مع الإمام
أو لا تدرك منها شيئا، فما عذرك يا من تسمع النداء؟ فما عذرك يا من تسمع النداء؟ فما عذرك؟ وقد يكون المسجد إلى جانب بيتك وأنت صحيح البدن آمن من خوف، ثم لا تحضر لصلاة الجماعة. إن حالتنا اليوم مع الصلاة حالة سيئة خف ميزانها لدينا، وتساهلنا في شأنها، يعني في شأن الصلاة، وصار التخلف عنها أمر عادي. فالأسرة الكبيرة في البيت لا يحضر منها إلا الأفراد، وبعض البيوت لا يحضر منها أحد، والذين يحضرون لا ينكرون على المتخلفين. رضوا بوصف النفاق، فإن من أبرز صفات المنافقين التي وصف الله بها في كتابه العظيم التكاسل عن صلاة الجماعة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في وصفهم، يعني في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. منافق معلوم النفاق. هل ترضى أخي الحبيب أن تكون في زمرة المنافقين الذين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ إن التخلف عن صلاة الجماعة دليل على ضعف الإيمان وخوى، يعني خوى القلب من تعظيم الله وتوقيره. إذن حين يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم لا يجيبه ويسمع منادي الله وهو يقول الله أكبر، ثم يكون اللعب عنده أكبر، والفيسبوك عنده أكبر، والتيك توك عنده أكبر من الله سبحانه وتعالى. إذن ومشاهدة الأفلام والمباريات أكبر عنده، والبيع والشراء أكبر عنده، ومشاغل الدنيا الفانية أكبر عنده. وسمعه وهو يقول: الصلاة خير من النوم، ثم يكون النوم عنده أكبر من صلاة. وكم من المسلمين من يترك صلاة الجماعة، وكم من المسلمين من يترك صلاة الجماعة في بيوت الله وعذره حتى ينتهي الفيلم أو مسلسل أو المباريات. وهل هذا عذر الشرعي يا عبد الله؟ بل الواجب عليك أن تمشي إلى بيت الله إذا نودي عليك حي على الصلاة. أيها الحبيب، اسمع ماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وفي الحديث، والحديث رواه مسلم، يقول عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، يعني صلاة الجماعة من سنن الهدى.
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لدللتم. من الذي يقول؟ ابن مسعود. ولو تركتم سنة نبيكم لدللتم. وفي رواية أبو داود لكفرتم. يقول الخطابي معنى أنه يعدي بكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام عروة عروة فشيئا فشيئا حتى تخرجوا من ملة الإسلام. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبلين أمري صلاة نتكنا لا ففني، خاصة صلاة الجماعة. جماعة نفني صلاة ديسو في أكسم بوتمت صلاة ديسو. أمري صلاة أركان إسلام را لمفا بعد الشهادتين. أمري صلاة هدو جبدو توحيدتي أنصر ربي سبحانه وتعالى صلاة فيه. أكمل نمني قرتي صلاة ديس كيف يترك الصلاة؟ صلاة قرتي رسول صلوات ربي السلام عليه جي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. جي نمني سيدي سيدي كفر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. جدو قرباتي في جدو قرتي شركي في كفري والنجر صلاة. إذن نملك من الصلاة ديس الذي ترك الصلاة كصلاة ديس تنكرا قند خيسة تاو هو كافر نكفر آيجو. سببا وري صلاة كصلاة نساني بره خقرتي فل زوري من الصلاة يو فل تديسي أسري قرتي مغرب صلاة يو أرى قرتي صلاة برغويا خال صلاة. خمسجد ربي خنا فوقي متنا برجو مو فوق متنا خيسة تاو قوتو قرتي فوقي تنا يو قرتي نندو فجأة دقيقة تك دقيقة لما دقيقة سديد تروف خدقيقة شندوران فيني ودو أزانا دقيقو من الصلاة. شيطان يروه الدو المنما خنا صلاة الرادة بسوف صلاة الوركوف جماعة الوركودان تتافي قداغا نما خنا يو صلاة الجماعة مسجد الوركي شيطاني وام براد ليس سولافتو میرا گیفت وجولت صلاة يو ديفته دلیم برا سبرا تلافتو صلاة ديفنان دلیم برا سبرا لافتو زنا قدو مال قدو وانا دادا هري نما نياچو لكي غورته لكي نما دوركچو گندا درام فلو ترا قربان ويته كبراتي فلوچو اما لكي را وربو يجرا گندا كنا كيسا في غورته لكي نما كانسر رامتا سجد ما جلان قبل خليكي رافو دسن شريعته بكبراتي خبرات رابط مالكي تخليتات مالو تخلي سيجي ولي تخلي تومال نرى غوري جيلو نماس اتنغنين درو مال اتنغنين دران اتنغنين إذن دوبا سلامني جماعة خغرتي أكانو تلاففني مسجد خنا دائما أولسينا زوري رتيس سوميدي سيغاني ونجر تواتي سلفي تك خيزة نم سدي قف أومين تي سلفي تك خيزة نم سدي سلفي تك خيزة لما فاراس نم سدي جري خانو بليين مخيج وهذا لا شك في ذلك. سلاني سومي أكسي زوري رغرتي رفا أسرين جرو مغربني خجراتي إشاعري استسانيت ثناني دي دادنا وجرغابو أبان فريد تغريد نجيبو خوتو لك بيوسو مخرج چاولو ددمني. إذن سلاني رسولي صلوات ربي السلام عليه آخر الدنيا راوي تديب
الصلاة وما ملكت أيمانكم جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلاة أدرا أمتك هي صلاة أدرا وما ملكت أيمانكم قبر سنرك جرول لي أدرا جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه